فلقاء هذا اليوم سيعرف مشاركة مجموعة من الفاعلين والمتدخلين في مجال المقاولة الخضراء لتقديم تقرير شامل. احنا اليوم جد سعداء أنا نكونوا في رحاب كلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال باش ننظموا هذا اللقاء الجهوي لتقديم أهم مخرجات البحث الميداني والدراسة اللي استضافت عليها جمعية الانطلاقة حول موضوع ريادة الأعمال بجهة المناخ النفراء اللي كيجي في إطار مشروع ديال أسوريف. في إطار برنامج أسوريف نظمنا هذا اللقاء هذا حول ريادة الأعمال الخضراء، كانت فرصة من أجل تقديم المخرجات الأولية لواحد المشروع باش نحطوا فيه خارطة ديال المشاريع الممكنة أو القطاعات الممكنة اللي تقدر تزدهر فيها ريادة الأعمال الخضراء. اللقاء كان لقاء أكاديمي متميز جدا نظرا ل يعني طبيعة ما أثير فيه من مداخلات، وكذلك نظرا للمستوى المعرفي العالي للمتدخلين. اليوم يعني عرفوا مجموعة من اللحظات اللي كان فيها مشاركة ديال مجموعة من الأفكار ومقترحات وأسئلة اللي بها احنا جميع يعني كجمعيات وتعاونيات ونساء اللي كيشتغلوا في هذا المجال، وايضا طلبه باحثين واساتذه باحثين اللي غيخلينا اننا يكون عندنا واحد النقاش اللي هو مثمر حول الموضوع ديال المقاولة الخضراء، وكيفاش ان الشباب والنساء حاملي افكار المشاريع انهم يتوجهوا هذا المجال، انهم يتعرفوا شنو هو الفرص اللي كاينين في المجال ديال المقاولة الخضراء في جهه المناخ النفراء، وايضا تعرف على الفرص ديال التمويل والمواكبه وديال التكوين باش انهم يا اما يطلقوا مشاريع مقاولاتيه جديده او يطوروا المشاريع ديالهم المقاولاتيه اللي كيشتغلوا فيها دابا باش انها تكون صديقه للبيئه.